السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد. وحقيقة هذه الحلقة هي تكملة للموضوع السابق فيما يتعلق في موضوع الاضطرابات، وخاصة اضطراب الأكل. يعني ذكرنا في آخر لقائنا كانت موضوعنا عن اضطرابات الأكل، وعرفنا ما هو هذا النوع من الاضطرابات وما هي أسبابه وما هي أعراضه. اليوم نأتي ما هي مضاعفات. طيب إذا كان الشاب الطفل يعاني من هذا النوع من الاضطرابات، طيب ما هي المضاعفات التي تحدث نتيجة لهذا الاضطراب؟ أولا مضاعفات صحية خطيرة جدا، اللي هي إصابة ببعض الأمراض اللي هي الأنيميا وغيرها من الأمراض اللي هي تعتبر أمراض مزمنة، وهذه الأمراض قد تؤدي لوفيات. يعني في نوع من أنواع الأنيميا المزمنة، ونسمع كثير من حالات الوفاة شباب أنا أعرفهم كانت التشخيص إنه أنيميا حادة، ونوع من أنواع الأنيميا اللي وصل يستحيل الأعمار بيد الله، كما جاء في القرآن: ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. يعني تعدت الأسباب، صحيح الموت واليوم سبحان الله يعني مقدر من الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى إن الإنسان على نفسه بصيرة، وربنا يعني ما نلقي بنفسنا إلى التهلكة، وعلى نفسك عليك حق. وسبحان الله هذا الحديث إنه بمعنى إنه لابد أن نكون هذه أمانة النفس، تعتبر من الأمانات التي لا يجب يعني الاستهتار بها، أو تعتبر من المحافظة على اللي هي من الضرورات الخمسة، المحافظة على النفس والغذاء واهتمام الصحة هي شيء أساسي بالنسبة للإنسان. وهي الصحة شيء يعني أهم شيء، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا. ونحن نكرر مثل هذه الدعاء في أذكار الصباح والمساء. نأتي لمضاعفات اللي ذكرتها، من ضمنها اللي هي تسبب حالات وفاة، وأسباب تسبب أمراض خطيرة جدا، مشكلات نفسية. وفعلا أكيد إذا في نقص في فيتامينات، نلاحظ الآن فيتامين الحديد وغيره كثير من الفيتامينات النقص فيها يؤدي إلى بعض الأمراض النفسية اللي هي قلق، اكتئاب، بتكون عنده سلوكيات، يؤدي أحيانا هذا الاكتئاب ممكن يتحول إلى حالة اكتئاب يعني مزمن، ويتحول إلى ممكن يتعرض هذا المريض أو هذا الشخص إلى حالة الانتحار. فهذه يعني هي سلسلة من المضاعفات تؤدي ممكن الإنسان يفقد حياته. نقطة أخرى اللي هي مشاكل في النمو. نحن أساساً نحن نتحدث الآن في موضوع النمو، واحدة من أهم المشكلات اللي تواجه الأطفال في النمو اللي هي مسألة الغذاء، والغذاء شيء أساسي جداً. إذا كان الطفل تعرض لهذا النوع من سوء التغذية وغيرها يؤدي إلى هذه المشكلات اللي هي مشكلات النمو. أحياناً الطفل حجمه، نلاحظ الآن الطفل اللي يكون أخذ غذاء متكامل حتى بنيته يؤثر على ذكاء الطفل نفسه، على مقدراته، على كل يعني سبحان الله العقل السليم في الجسم السليم، فحتى المقدرات العقلية والمعرفية تتأثر بالغذاء. مضاعفات أخرى اللي هي مشاكل اجتماعية في العلاقات. يعني تجد أنه أنا أعرف كثير من الحالات الآن يكون عندهم سبب في أنه الانعزال، الانطوائية، بسبب عدم الرضا عن النفس. يعني بتكون عندي إذا كنت أنا غير متقبلة شكلي، إذا كنت هذا عدم التقبل نتيجة للسمنة أو نتيجة للنحفة اللي مرضية، فبالتالي بيكون في مشكلة اجتماعية بتكون تؤدي لانعزال. وإذا الإنسان انعزل اجتماعيا أكيد يكون هذا له انعكاساته حتى في الدراسة، انعكاساته في العمل، ما حيكون عنده توافق. ونحن كما ذكرت في الحلقات السابقة الصحة النفسية أساسها هو التوافق، أساسها هو التوافق. إذا الإنسان غير متوافق في بيئة عمله، غير متوافق في دراسته، غير متوافق داخل أسرته، بالتالي ماذا تبقى له؟ هذا عدم سوء التوافق بيأثر في كثير من الأشياء، في أدائنا، في نجاحنا، في تقدمنا، في إنجازاتنا، في كل شيء في حياتنا. طيب الآن نأتي لنقطة اللي هي الجزء الآخر، جزء في هذا الموضوع اللي هو ما هو العلاج. طيب إحنا الآن عرفنا مضاعفات، أسبابها، أعراضها وغيرها. العلاج نبدأ دائما أول اكتشاف الأسباب، ما هو السبب؟ لأن لكل حالة لها سبب مختلف.
يعني مثلا سين من الشباب أو من الشابات السبب اللي هو السمنة أو غيرها أو الإفراط في الأكل أو عدم الأكل أو تجنب الأكل يكون سبب مختلف تماما. فإذا نحن عرفنا السبب والتشخيص نبدأ ثم بعد ذلك نحدد ما هو العلاج. هل يحتاج إلى تدخل علاج، يحتاج لنوع مكملات غذائية، يحتاج إن احنا نعرض لمتخصص في مجال التغذية. علاج آخر اللي هو التوجيه والإرشاد. يعني لابد أن يكون هذا النوع يعني احنا للأسف في البيت يعني نلاحظ بعد السلوكيات الغير مقبولة، بعد السلوكيات اللي تصبح إنه باستمرار ممكن تؤدي لبعض الأنواع يتحول لنوع من الاضطرابات. التوجيه والإرشاد للوالدين وللشباب نفسهم. تشجيع الأكل في جماعة. يعني إحنا نلاحظ إنه كثير من الحالات اللي ذكرتها يعني دائما أنا أنصح الأمهات أقول له ما تسمح لأبنائكم يأكلوا لوحدهم في الغرفة. يعني الآن تلاحظوا الشباب كل واحد داخل الأسرة الجوال في إيده وهو جالس ويأكل في غرفة لوحده. النقطة الثانية اللي نتحدث مع أبنائنا عن بعض الوسائل حقيقة والمواقع اللي هي فيها أفكار سلبية، أفكار مشوهة، إنه النحفة هي الشيء الطبيعي، إنه عدم الأكل، يعني سبحان الله يعني. فخاصة الشباب بتأثر بهذه الوسائل. والآن يعني كثرت في هذه الأشياء، خاصة المراهقين والشباب، إن تقول لك لا أنا لو صار شكلي ما يكون ستايل، فيكون هنا تدخل الأسرة خاصة الوالدين وبطريقة هادئة أو بطريقة مناسبة تناسب عمره إذا كان مراهق أو شاب أو طفل صغير. تشجيع ونعزز حقيقة الجسم السليم، وهذه من الإرشادات ومن الأولويات. نحن في تربيتنا لأبنائنا نشجع الجسم السليم، إنه الجسم الصحي، وإنه هذه أمانة لابد نحافظ عليها بالأكل الصحيح والصورة الصحيحة. ناخذ صورة يعني صحيحة وإيجابية عن ذاتنا. يعني أنا أتقبل شكل أحيانا تكون مشكلة صحية أثرت إنه الطفل أصبح إنه وزنه في فترة من الفترات نتيجة للمضاعفات يمكن أصبح وزنه أقل. فلا بد نحن نشجع الصورة الصحيحة بطريقة يكون طريقة إيجابية داعمة، بالإضافة للعلاج، بالإضافة للإرشاد اللي يكون بطريقة صحيحة ومناسبة. نقطة أخرى اللي هي دائما أنا ألاحظها انتقاد الجسم يعني أحيانا الأمهات تنتقد جسمها أمام طفلها، تقول واو أنا صرت شكل دبة، ويعني للأسف هذه يعني تكون بكثرة يعني وسط النساء أو الأمهات بشكل عام. وأنا أتذكر واحدة من الحالات شابة كانت عمرها حوالي 19 عام، واحدة من الأخوات اللي هي جاراتها وتعتبر من أقاربها أول ما شافتها وزنها زاد شوية، مش كان زيادة كبيرة يعني، فبدأت تعلق تقول له يعني أنت سمنتي وشكلك أصبح كيف. يعني هذه التعليقات السلبية حقيقة البنات خاصة البنت عندها حساسية في هذا الموضوع، لأنه يعني لكل عمر، يعني زي ما جاءت في سورة في بعض الآيات إنه إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر. يعني سبحان تأتي عمر الزينة في عمر المراهقة. يعني في معنى هذه الآية إنه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى كيف المراحل تمر، إن اللعب واللهو والزينة والتفاخر. يعني هذه المراحل اللي هي المراحل العمرية، خاصة البنات عندهم أهم شيء الستايل، والآن كثرت فيه هذه العمليات التجميل وغيرها. فنحن كأمهات لابد أن نكون حريصين جدا، ليس فقط أمهات، حتى كأهل وكأقارب وكمرشدات يعني نكون من أصدقاء العائلة، لابد أن نتحرى الكلمات ويكون تعليقنا بشكل يكون إيجابي، بحيث أنه ما يسبب عند البنت يعني إحراج. والتعليق مثل هذه التعليقات يعني تؤثر عليها نفسيا حقيقة، وهذه من الأشياء الأساسية التي نحن نحتاج أنه تكون واحدة من علاج. يعني النقطة الثانية اللي هي أثناء الأكل، وهذه يمكن نقطة أخيرة في موضوعنا، اللي هي الوسائل المشتتة. يعني نلاحظ إنه يكون الطفل يشاهد التلفاز أو أحيانا معه الجوال، وهذه ما أكثرها. أنا كان في حالة أنا تعاملت معها ودخلت في تحدي مع هذه الحالة، قلت للأخت أنا أعطيني فرصة، وقالت لي لا ما حتاكل بنتي إلا معها الجوال. قلت أعطيني فرصة يعني، وهي صحيح كانت هذه الحالة في علاج عابر، يعني ما يعتبر
يعني أنا ما استمريت كثير لأن لظرفي الوضعي كنت في رحلة، فالبنت كانت تاخذ جوال وتاكل، قلت خليني أجرب معاها شوي، بدأت أحكي لها قصة وألعب معاها وأقول لها إيش رأيك نحن لو أكلنا إحنا. استخدمت معاها هذه النوع من الوسائل الداعمة اللي هي وسائل إرشادية، وسبحان الله البنت تركت الجوال، بدأت تاكل. ويعني ربما كمان العلاقة بيني وبينها كانت أصلا علاقة يعني فيها نوع من المرح واللعب، وأنا مرتبطة عندهم، أول ما أجي تقول يعني جات خالته يلعبوا معاي وكذا. فهذا دليل على أنه تجربة حقيقية، يعني بمعنى أنه أطفالنا في إمكانية حقيقة. وأنا دائما أقول نحن ما نيأس ما نقنط، ما زال عندنا وقت، عندنا مجال، لأنه نحن نستطيع أن نغير هذه العادات. فقط يحتاج مننا إرادة، يحتاج مننا عزيمة، يحتاج مننا نحن كوالدين الأم والأب يكون عندهم اتفاق وقانون واضح، إنه يكون عندهم استعداد لمساعدة أبنائهم. فالطفل من وقت مبكر إذا أنا ما أكلته إلا بجوال شيء طبيعي جدا، يعني أحيانا ما حيحس بهذا الأكل وتسبب عنده هذه المشاكل. يمكن أنا لخصت هذه الطرق العلاجية يعني في نقاط يمكن كلها تتعلق جزء منها بجانب صحي، جزء آخر يتعلق بإرشاد نفسي واجتماعي، جزء آخر يتعلق بالعادات اللي يتعلق بعادات الأكل. وحتى نكون نحن قدوة ككبار وكأولياء الأمور لابد أن نحن نكون نموذج يقتدى به، وهذه رسالتنا في تربيتنا لأبنائنا. وصلنا لختام حلقتنا في موضوع اضطرابات الأكل، إلى أن نلقاكم في موضوع آخر وحلقة جديدة من برنامجنا إن شاء الله. من هنا نبدأ، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.